عارف يا معاذ، وانا بلعب في حاجه جت في دماغي، وعلى فكره انا شايف ان هي موضوع ممكن يكون نعمل له حلقه مخصوص. تمام. اللي هو انا كنت بلعب عملت 6 عدات دلوقتي، فجه في دماغي اللي هو ما انت لسه عامل 8، فانا ليه ما ادوس على نفسي واعمل 2 تاني زيك. بعدين بص تلاقي لقيت ان انا حوار المقارنات ده هو ممكن يكون حاجه متجذره في الشخص من زمان من واحنا صغيرين. فايه رايك في الموضوع ده؟ والله انا شايف ان احنا طالما بدأنا في حته المقارنات او جت فكره دي، فانا شايف ان احنا لازم نبدأ نتكلم عنه في حلقه من فريق. يا عم طب ما نديها دلوقتي اهو في 10 دقايق ولا حاجه. مش يلا بينا. ماشي. والله بص، اول حاجه انت شايف مثلا ايه ممكن نبدا بيه؟ واحنا يعني لو هنيجي نتكلم عليها من المنظور الاساسي، واحنا ليه بنقارن اصلا؟ ليه بنقارن؟ اه ليه بنقارن؟ ليه؟ حد يجاوبنا. هي الفكره كلها، فهو الموضوع برضه راجع للتربيه من رايي يعني. تمام. يعني هي الفكره كلها، انت دلوقتي لما كنت صغير اهلك اتعودوا ان هم يقارنوك، فانت لما كبرت يعني هم كانوا بيقارنوك سواء دراسيا. شوف ابن خالك، شوف ابن خالتك، شوف هو ناقص درجتين انت نقصت 3، الحاجات دي. ف... فانت طول الوقت او على مدار السنين الدراسه كلهم انت بتتقارن. وبعيدا عن الدراسه يعني، خليها بعيدا عن الدراسه خالص، فاي حاجه عامه تشوف هو مؤدب ومحترم ازاي وانت قليل ادب، فبتلاقي ان انت خلاص انت اتعودت على حاجه زي كده. فبتبدا انت في نفسك حته المقارنه دي اتولدت عندك، فبتلاقي ان انت لا، حتى في اي حاجه يوميه بتقارن نفسك. طب بص هات الكاميرا دي تعالى اقعد مكانك. ماشي. اتكلم يا فنان سعد. واعتقد اصلا من اسباب فكره ان انت مش بتبطل فكره المقارنات دي، ان انت بتكون حاجه غير واعي بيها ومش عارف اضرارها. انت فاكر ان انت كده صح، بس انت مش صح. بس طب انت من رايك كده، ايه الاضرار فيما بعد؟ فلو هنشوف الفكرة الأضرار بتاعتها، فأنا يمكن من أكبرهم إن أنت بتكون حاسس إن أنت في عجلة أو في دايرة ما بتنتهيش. بتخلص المقارنة في دي، يعني أنا شايف أنت بتقارن مثلا أحسن حاجة عند كل واحد في كل واحد فيهم. يعني ده أحسن حاجة عنده مثلا الجيم، ده أحسن حاجة عنده تاني المذاكرة. فأنت بتقارن نفسك بكل واحد في الحتة المخصصة دي، فأنت مش شايف الباقي. ده غير ان انت كل ما بتخلص من واحد، كل ما خلاص مثلا قارنت نفسك بفلان، وبافتراض ان انت جبت فلان في الحته الكويسه فيه دي، فبتبتدي بقى تشوف التاني، تبتدي تغير، تيجي تشوف اللي بعده، وهكذا واللي بعده، وهكذا واللي بعده. فانا شايف ان هو الموضوع يكون عباره عن دايره ما تنتهيش. بص، فهي الفكره كلها زي ما انت قلت ان هو عمره ما هيوصل للاكتفاء. بس انا شايف الموضوع كله بيدور حوالين النقطه دي، ان هو عمره ما يكتفي. هو عمره ما بقى ليه هو ذات نفسه هدف. لا انا هدفي ان انا احقق هدف الشخص اللي قدامي، او انا هدفي الشخص اللي قدامي. فهو دلوقتي هو عاوز عربيه، طب انا جبت عربيه زيه، تمام، خلاص انا حققت المفروض الهدف كده. لا هو انا لما جبت العربيه كان هو جاب يخت، فانا بقيت انا عاوز اجيب يخت. فعمرك ما هتوصل لاكتفاء، وعمرك ما هيكون عندك شخصيه مستقله. انت بقيت عباره عن نسخه من اللي قدامك، انت بتحاول تحاكي الناس التانيين بس. فانا ده اللي شايفه يعني، ده رايي. مش بتشوف ان ده بيأثر كمان على علاقتك باللي حواليك؟ انك انت الشخص ده لو انت ما جبتوش، ما انت عندك طريقين، طريق انك انت جبته وما جبتوش. مش لو ما جبتوش ده هيأثر عليك ويخلي في حقد. اه. ودي بداية الحقد. دلوقتي يا معاذ هنمسك باب الحقد. من رايك المقارنات ازاي هي مدخل للحقد؟ لان انت زي ما اتكلمنا، هو يعني زي ما بيقولوا العين دايما بتكره الاحسن منها. عادي، تمام، ودي حاجه طبيعيه في الانسان. فانت كل ما بتشوف حد هو مميز، وانا معايا المنطق، فانت كل ما بتشوف ان هو في حد مميز عليك في حاجه، فخلاص هتكرهه مع الوقت. ده كل ده هيربي، هيكون عندك تراكمات. وحتى لو انت مش قاصد انك انت تكره شخص زي كده، ف... فدي حاجه طبيعيه في الانسان. فانت غصب عنك، انا شايف ان انت لو ما حقدتش عليه على الاقل هتكون في كراهيه، وهتكون انت مش قابله اساسا. طب هل الشخص اصلا بيكون واعي بحاجه زي كده؟ يعني واعي ان هو بيقارن،
في اللي بيكون واعي وفي اللي بيكونش واعي، بس انا شايف ان الاغلبيه بيكون شخص مش مدرك او شخص مش واعي. وده بقى ايه دورنا احنا، آه احنا اللي هنوعيه. بس يعني وعايز بس اعقب على حاجه بسيطه في فكره القرارات دي، وهو ليه ممكن يكرهه؟ لانك انت طول الوقت شايف واحد بيفكرك بالنقص اللي عندك، فغصب عنك هتكرهه. فيعني دي كنت حابب ان انا اعمل اد عليه. يا راجل يا ناقص. يا مقطب. ايه رايك في الشوت ده؟ جامد. عظميته. دلوقتي في حته انا شايف ان احنا لازم برضه نتكلم فيها، الا وهي ايه رايك في اللي بيقارنوا نفسهم بحياه السوشيال ميديا؟ يعني تلاقي مثلا واحد بيقارن نفسه برونالدو، او شاف بوست مثلا الناس بتسافر والدنيا دي، فيبدا يقارن نفسه بحاجه زي كده ويقارن عيشته بحاجه زي كده. هل ده اصلا صح ولا ايه الدنيا؟ هو المقارنه مع رونالدو مختلفه لانه هو احد الاقارب، عمه. الجوت. لا بس انا شايف ان مقارنه السوشيال ميديا دي هي الليفل الوحشه في المقارنات. لان انت بتكون حياه هي متكامله في كل شيء، هي باينه لك ان هي متكامله في كل شيء. اولا زي ما انت كده كده كلنا عارفين ان في ورا الكواليس حاجات مختلفه، بس انت المفروض تكون واعي ليها دي اكيد. ولكن انت بتشوف برودكت هو اصلا يعني هو ممكن حتى لو كان هو طبقه مختلفه تماما، بس انت كمان شايف شغل كتير قوي في الفيديو. يعني انت شايف ساوند افكتات كتير، شوتات كويسه كتير. ممكن الفيديو او الريل اللي خد منه هو مثلا او اللي انت بتشوفه في 10 دقائق، اسف دقيقه ولا دقيقتين، هو بياخد منه بتاع 10 ساعات شغل او يمكن اكتر. بلس ان هو كده كده بيظهر لك احسن ما عنده، يعني هو ده مش الديلي بتاعه، فاهم؟ هو مش كل حاجه، مش كل يوم بيحصل له، لا ده ممكن مثلا هو دي مره بيعملها في السنه وظهر لك انت. يعني بعيد عن مثلا رونالدو او اي شخصيه مشهوره، لو حد عادي زيه وزيك على السوشيال ميديا هو بيظهر لك الحاجه الكويس، الحاجه الحلوه. ده احسن. طب ما هو في عند بالظبط في بلاوي ممكن بتحصل عنده، فانت بقى تبدا تقارن نفسك باحسن حاجه. لا ومش فكره احسن ما عنده، بس ده هو بيوريك احسن يوم عنده في احسن توقيت في اليوم ده. مش بس في الحته دي. فمن ناحيه السوشيال ميديا انا شايف ان هو حاجه صعبه. والدبان صعب برضه. اصعب من اصعب السوشيال، اصعب من الحب. ايه تاني نقطه نتكلم فيها؟ يعني خلينا بس من حته السوشيال ميديا خلصناها، ومقارنه بقى العلاقات، يعني شريك حياتك او الشخصيه اللي يعني. هي ممكن تاخدك لنقطه جامده فشخ، اللي هو ان انت بعد كده بعيد عن انت بتقارن ماديات وبتقارن الحاجات دي كلها، انت للاسف الشديد هتبدا بعد كده حتى لما تعجب بحد او بشريكه حياتك او ايا كان، بتبدا تقارنها بنماذج تانية. بالظبط. وانت طول الوقت اللي انت شايف يعني خاصه لو الشخص اللي بيسموه عينه زايغه، فهو على طول الوقت بيشوف حاجات هو فاكر انها احسن، فاكر ان هو لو عاش الحياه دي هتكون احسن، او يعني بيعيشك في دبان. بيعيشك طول الوقت زي ما احنا اتكلمنا نفس الفكره. انت هتبتدي تحقد على غيرك، فانت المره دي ايه؟ غيرك ده هتكون مراتك، فيخسرك مراتك. بدل ما انت كنت عايش مثلا حياه سعيده معاها او شايف ان هي كويسه، لما تبتدي تبص على الحياه الثانيه والحياه الاخرى وتبتدي تقارن، فانت عمرك ما تكتفي لا بواحده ولا باثنين ولا بثلاثه، عشان حتى لو هو الشرع محل الاربعه عادي يا عم، هو ليه 4 هيكمل الرابعه يعني. حتى الرابعه مش هتكون مكفيه. انت طول الوقت انت حاسس ان في حياه حلوه انت مش عايشها، ان في حاجه احسن، وده مش منطقي اصلا. صح. ما اقدرش اقول غير صح. انا كده مش هتجوز يا اسطى. فلازم الواحد يكون مدرك ازاي؟ بان احنا هنوعي، دي اول حاجه. ما بص اقول لك حاجه، في كميه كبيره بتعمل الحاجات دي بشكل لا واعي، واحنا اتفقنا عليها تمام. فاحنا دلوقتي غرضنا من الفيديو ده ان احنا دلوقتي وصلنا لك الفكره، فانت بقيت واعي بيها ماشي. طيب ايه الحل؟ مبدئيا بدايه حل المشكله ان انت تعترف بالمشكله، فانت اعترفت ان انت خلاص انا عندي المشكله دي. انت المفروض تبطل مقارنات. عيش حياتك يا عم، بتبص لي في حياتي ليه يا عم؟ خليك في نفسك. بالظبط. انت زي ما انا كويس في حته، انت برضه كويس في بالظبط. مفيش حد حلو في كل حاجه، ومفيش حد هيبقى نسخه من الشخص التاني. يعني عيش حياتك وعيش شخصيتك، وكلها ارزاق من عند ربنا،
وبس اسعى ان انت دايما تقارن نفسك بنفسك، وهي دي المقارنه الايه الصحيه. اوقات بتكون مقارنه صحيه، بس يعني حتى مقارناتك مع الاخرين انا شايف انها برضو ممكن تكون صحيه لو انت شفت حاجه كويسه وانت عاوز تكون زيها. وقدوه وحافز، اللي هو انا عاوز اتارجت ان انا اوصل لحاجه زي كده وبس، مش كل ما هو يوصل لحاجه اعلى انا عاوز اوصل لها وكده. وما تعيش حياتك بس. كلها في مقارنات وكده والكلام ده كله يعني. حتى وان كنت انت شفت ان شخص ما مثلا بدأ معاك في سنك او في سن الجامعه ولقيته ابتدى حتى يدخل له دخل، تمام، ايا كان الدخل ده باي شكل او آخر. زي البراند بتاعنا، زي ماذا عاوز ساعه، قول انا شايفك عاوز ساعه ومحتاج تلبس ساعه بمناسبه العيد، فروح لبراند اورفكس هيدي لك ساعه خصم خصم بس اكتب وي 15 حصل. لا هي ما كانتش وي، هي كانت نيو 15 نيو 15 الكومنتات بتاعتك. بس فانت لما تكون شايف ان هو وصل لرزق معين او ابتدى تقول دخل بايا كان، فانت بتبتدي تشوف ان هو احسن منك في حته زي دي. بس هو لا، الحقيقه ان هو رزقك لسه ما جاش. انت كل واحد فينا ليه وقت محدد، ولازم تكون مقتنع بحاجه زي كده، لازم تكون صافي النفس من في حته زي كده. مش عشان انا يعني، مش عشان انا خايف ان انت تحسدني مثلا او خايف ان انت تحقد عليا، عشانك انت طول الوقت بالك ده ما يبقاش شغال. واهم حاجه ايه؟ حاضر، راحه البال. راحه البال. وانا حابب اوجه كلمه واحده، بطل مقارنات يا ابني. خف مقارنات. بس نسينا نوجه اولياء الامور حتى زي دي. بص، هو اولياء الامور انا شايف ان هم مش هيكونوا بيسمعوا الحوار ده اصلا، بس يعني امسك الموبايل وروح وريه لاهلك، قول لهم بجد بجد ان اللي انتم بتعملوه ده مش عشان كان بيتعمل فيكم وانتوا صغيرين طلعوا علينا يعني، وعشان هو بيكون فاكر اصلا دي حاجه صحيه. ان انا بقول لك شفت فلان فانت كده هتبقى تشد حيلك زيه، بالعكس انت بتحبط. مش عارف ان ده بيأثر عليك بالسلب عليك انت، وكمان بينمي الكراهيه عندك. بص، المقارنه الوحيده الصحيه ان انت قارن نفسك بيا بس، لان انت عمرك ما هتوصل لي كده يعني. فانا عارف، خدني قدوه مثلا، شيل الدبانه دي بس، زي كريستيانو، او خد الدبانه دي خليها قدوه في الغتاتة. بس يا كبير، اتمنى يكون حلقه وجهت عقلك لحاجه، لان انت بجد بجد اللي انت بتعمله ده حاجه مش صحيه. ف نشوفكم الحلقه الجايه. صح، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. ويا رب تدخلوا الجنه. يا رب يا عم.